زيارة رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب يغضب البوليساريو، وتتهم سانشيز بخرق القانون الدولي. وفي التفاصيل، اتهمت جبهة البوليساريو رئيس الحكومة الإسبانية بانتهاك القانون الدولي في تجديد دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب منذ 2007 كحل لإنهاء الصراع في الصحراء المغربية. وجاءت إدانة البوليساريو بعد زيارة المسؤول الإسباني للمغرب ولقائه بالملك محمد السادس. وأعربت البوليساريو عن خيبة أملها بعد تأكيد سانشيز دعم مدريد لمقترح الحكم الذاتي في الوقت الذي كانت تطالب فيه مدريد بالتراجع عن هذا الدعم واتخاذ موقف محايد في هذه القضية. وفي بيان لها قالت الجبهة إن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أضاع الفرصة لإعادة الحكومة الإسبانية إلى الموقف الذي يتماشى مع القانون الدولي بعدما جدد دعمه للمقترح المغربي لحل نزاع الصحراء المغربية. وأضاف أن موقف الحكومة الإسبانية من ملف الصحراء المغربية يشكل لها مسألة بسبب مواصفته بأوضاع حقوق الإنسان في الصحراء. وطلبت الجبهة الوهمية من الحكومة الإسبانية إعادة النظر في موقفها بشأن الصحراء والدفاع عن القانون الدولي.